بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. الصحفي الأمريكي لحد الآن لا نعلم ما هو اسمه، عثر عليه الأخ موسى أحد أبناء ذيابية، حارس في البلدية في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم. عثر على هذا الشخص الأمريكي وهو مطلوب لأمريكا بعد فقدانه لمدة 7 أعوام في سجون النظام الفاجر الذين كانوا يعذبونه في سيدنايا وأقبل سيدنايا. هذا الصحفي الآن في بلدة ذيابية وهو في أمان بين أهلها، وتلقى مننا المعاملة الحسنة، وأتينا بالطبيب وعالجه والحمد لله رب العالمين، كشف على صحته تمام وما في أحلى منها. أخونا موسى هو الذي وجده بالبساتين. حافي القدمين حتى كان عاري وحافي القدمين. رسالة حتى تصل إلى جميع العالم بأن هذا الرجل كان عند الإجرام وعند عصابات الأسد الذين لا يعترفون لا بالإنسانية ولا بحقوق الإنسان ولا بشيء. الحمد لله الرجل بأمان، ونحن ننتظر الآن الجهات الرسمية تيجي تستلمه مننا، وإن شاء الله يوصل عند أهله لأمريكا بسلام وبخير، والحمد لله. الحمد لله على سلامته. هاي التاريخ، يقول التاريخ.